الفريقين، وتحديدا النهائي العاشر عبر مواجهة الفريقين في سوبر إسبانيا الكبيرين اللذان يقسمان العالم إلى نصفين. لا أحد لا يعنيه هذا الأمر، لأن هناك من يعرفه يعنيه هذا الأمر. الصافرة تأتي. تحياتي محدثكم فارس عوض. شوط المباراة الأول لهذا اللقاء في المتعة المنتظرة، في القمة الكبرى، في الليلة التي ننتظرها في كل عام في بطولة السوبر الإسباني. إنهما يضربان موعدا سويا، يتواجهان مرة أخرى على ليلة كبيرة وعلى كأس مرة أخرى باتجاه بيلينغهام اللي بدور بيرسل الكرة من جديد. عادت بعد ذلك إلى بالدي يتقدم. البارسا يقترب. الانطلاقة السريعة. رافينيا بيرسل الكرة إلى لامين، إلى الصغير، التصويب. الله البداية الأولى، لكن الكرة بتتحول مرة أخرى من جديد من كورتوا. ضربة ركنية. كرة ليفاندوفسكي، الأسماء التي يعتمدون عليها في هذا الموسم والتي يقدمون الكثير من خلالها. الكرة ترجع مرة أخرى من جديد. وصلت الكرة مرسالة، وصلت بعد ذلك عرضية رأسية. الله، مستحيل اللقطة، مستحيل يا رافينيا. كورتوا يتصدى. البارسا اقترب مرتين، قدم اليمين، رأسي يتحول الآن في الجهة اليسرى عن طريق اللاعب رافينيا اللي بدوره بيرسل الكرة عرضية. شوف البارسا الذي يتقدم. تعود الكرة مرة أخرى، لكن الكرة صارت مقطوعة. يا كيليان لو عدى صوب. الله كل أهدافك السابقة كانت إعلان توقيع في الكلاسيكو، تكون إعلان المحبة رسميا. هنا أنت تحدد مكانك ومكانتك. يا كيليان يا للبداية. القصة في فصلها الأول جميلة جدا، تجعلك تتوق لرؤية فصول أخرى. الله يا كيليان مبابي يا للارتداد. هنا سقوط كاسادو، هنا تقدم كيليان، هنا صناعة فينيسيوس، هنا هدف الأول. الكرة بترجع والكرة بتتحول مرة أخرى من جديد. شوف التصويبة، شوف الكرة، شوف الإنهاء. 1-0 إذا مشاهدينا متابعينا. الكلاسيكو بفرصتين لفريق برشلونة وبهدف لمصلحة ريال مدريد. كيليان مبابي الذي لم يسجل في المباراة الماضية والذي أهدر الكثير من الأهداف التي كانت براية التسلل. والكرة بترجع مرة أخرى. أذكر السادة المشاهدين بعد مرور 6 دقائق هذا الكلاسيكو كنت أتحدث بأنه سيكون فيه من التفوق بالنسبة للهجوم على حساب الدفاع في جانب الطرفين. بيريز في الانتخابات بوعده الذي قطعه باستقطاب أيضا لويس فيغو كواحد من أهم الانتقالات من الطرفين. الكرة العرضية، المتابعة، التصويبة. يا رافينيا إنها تعاند فريق البارسا في شوط المباراة الأول. ثالث هدف محقق يأتي. يا للفرص التي تأتي في الكلاسيكو، والكرة التي بتضيع في اللقطة الماضية وبتتحول بعد ذلك إلى خارج الملعب في اللقطة الماضية. بتتحول، لكن الكرة وصلت إلى بيلي لعب الكرة إلى رودريغو، لعب على لاعب. شوف الكرات المرتدة. أذكر السادة المشاهدين بخطورة ريال مدريد في الكرات المرتدة والصعوبات التي يواجهها البارسا. بيلينغهام يحاول والكرة ترجع مرة أخرى من جديد. المتابع لمباريات الليغا، المتابع لمباريات البارسا يعرف بأن هناك بعض المباريات نشاهد احتضان السوبر السعودي كواحد من الأحداث الكبيرة التي تأتي إلى المملكة العربية السعودية والتي تستضيف من خلالها هذه الأحداث الكبرى حضور جماهير عربية كبيرة. الكرة بترجع مرة أخرى لمصلحة البارسا. وصلت إلى بدري، تصويبة يتغير اتجاهها والكرة بعد ذلك من جانب بدري. في اللقطة الماضية
تتحول الكرة الماضية بعد ذلك إلى ضربة ركنية. شوف التقدم من جانب مارتينيز المدافع اللي يتقدم. لن يهدأ برشلونة أبدا، سيحاول بكل الطرق. ريال مدريد في وضعية الدفاع. انتصار في الكلاسيكو ب4 أهداف أيضا في أكتوبر الماضي. كانت صدارة لأسابيع أولى بالنسبة لبطولة الدوري الإسباني. الحديث بعد ذلك عن نتائج جيدة في بطولة الأبطال. لكن شوفوا التمريرة، هنا التمريرة يا ليفا إلى لامين، عدى صوب. الله الله، صغير جدا لكنه لا يرتجف، بل يجعل قلبك يفعل ذلك. منذ يومه الأول كان أكبر الصغار، واليوم أصغر الكبار يا يمين، أصغر الكبار يا يامال. الله على هذا الهدف، مراهق يعبث بالكلاسيكو يا كورتوا، مراهق يعبث بالكلاسيكو يا كورتوا. يا للهدف، يا لامين، يا لامين. شوف اللقطة من الصناعة، من الاستلام، من الوقوف. 17 سنة فقط، صغير جدا لكنه لا يرتجف. حديث المدرب أيضا هانز فليك الذي أشار إلى صعوبة المباراة، الذي أشار أيضا إلى ريال مدريد، الذي أشار بأنهم يجب بأن يكون الكلاسيكو السابق بالنسبة لهم نموذج. حتى الآن 22 دقيقة، حتى الآن 22 دقيقة مشاهدين متابعينا، مرت من زمن شوط المباراة الأول في هذا الكلاسيكو، نشاهد من خلالها هدف الهرم. شوف الحضور، شوف هنا المدرج، شوف هنا المحاولة، شوف هنا ريال مدريد، شوف هنا فاسكيز، التصويبة يا رودريجو، يا رودريجو، يا رودريجو، وقف، سيطر فاسكيز، تصويبة فالفيردي، لكن الكرة بعد ذلك إلى خارج الملعب. الكرة بتضيع والكرة بتروح وبتصل بعد ذلك إلى ضربة ركنية. يا رودريجو، عرضية تأتي رأسية، مستحيل. متابعة يا رب، الجزري. هل ترد على كورتوا في اللقطة الماضية؟ كانت هنا، شوف تشواميني القميص رقم 14 تشواميني، والبطولة التي يريد في الكاس أيضا. هنا العرضية، هنا المتابعة يا تشواميني، لا يمكن هذه الكرة بالراس، الكرة بالقدم، عادت بعد ذلك إلى ميندي، بيرسل الكرة في مكان، وصلت بعد ذلك الكرة بعد ذلك إلى كورتوا، عود من جديد باتجاه كامافينجا، بيرسل الكرة إلى كيليان. الله على التمريرة، عادت بعد ذلك فينيسيوس يتقدم. هنا المحاولة، هنا الوقوف، هنا الكرة ما زالت لعب على لعب. لو عدى عرض، لا وجود للمتابعة، التصويبة يا كامافينجا، كانوا يريدونها لفالفيردي، لكن الكرة يا يامال رفقتك، الأحلام الكبيرة ممكنة. الكرة بترجع مرة أخرى، كوندي عرضية، عادت إلى جافي، الحكم يشير إلى الاستمرار، لكن انظر إلى فالفيردي يحاول الخروج بالكرة. برشلونة يجبر فريق ريال مدريد على العودة. ليفا هرب، ليفا حاول، رافينيا، ولكن الكرة باتجاه كورتوا. هناك تصريح لليفاندوفسكي، لكن سنعود قبل ذلك لأن هناك حديث ربما من الفار بالنسبة للقطة جافي. شايف هذه اللقطة، شايف هنا كامافينجا، شايف هنا رغبة جماهير البورصة للحصول. سبت ركلة جزاء سجل منها فينيسيوس، الحكم قال راح أشوفها بنفسي، ثاني، ولحظة تحبس أنفاس الجميع هنا في ملعب الجوهرة وهنا في هذه اللقطة. والكرة ترجع الآن بالنسبة لحكم المباراة. ماذا سيحتسب؟ صافرة، ركلة جزاء تحتسب لمصلحة جافي ولمصلحة البارسا. فرصة التقدم بهدف في كلاسيكو آخر، سبق وأن سجل عدة أهداف في مرمى الريال. يتقدم ليفاندوفسكي، الله، المهاجم الذي تريد، في الموعد الذي تنتظر، لا يذهب إلى مكان إلا وتسبقه أهدافه. 2-1 في الكلاسيكو بالنسبة لبرشلونة، بالنسبة للبارسا. الله على تقدم
بدينا 2-1 في شوط المباراة الأول. حتى الآن هذا الكلاسيكو يعطينا النتيجة المثيرة والممتعة جدا في هذه المباراة النهائية. مباراة نهائية تشوف فيها أكبر. هنا نشاهد إلى رودريغو يحاول، رودريغو يتقدم، رودريغو في مكان، وصلت بعد ذلك إلى بيلي، عادت بعد ذلك إلى فينيسيوس، إلى رودريغو